السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة كويزين نوبل. غادي نوجدوا ان شاء الله اليوم بغيوات بلا كروفيت اولا القيمرون اللي غادي نديروهم بطريقه سهله وبسيطه كما عودتكم ديما. غادي نعطيكم واحد النصائح في الحشوه انكم ديروها اللي كنديرها انا، وكتجي لافارس كتجي من الداخل معلكه ورطبه، ما كتجيش ناشفه. وخليكم مع الوصفه. هنايا انا بديت درت واحد البصيله شلطتها ودرت معاها واحد الضريس ديال الثومه، ممكن ديروا جوج دراس ودرتهم كيتقلاو في واحد المعلقه ديال الزيت حتى كتنزل ديك البصله مزيان. وكنزيدوا عليها لي كروفيت اولا القمرون. الكميه نتوما كتشوفوا على حساب اللي خاصكم، ما كاينش كميات محدوده. وكنديروا العطريه، عندي معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، شويه ديال الابزار وشويه ديال الهريسه، حتى هي كتقادوها على حسب الذوق ديالكم مع الحرور كما بغيتوه. منين كينزلوا شويه كنديروا عليهم واحد العصره ديال الحامض، تقريبا واحد المعلقه كبيره د الحامض. ومن بعد ملي كتشحر مزيان كنزيدوا شويه ديال المعدنوس، كنكثروا المعدنوس شويه لان كيجي زوين في هذه الحشوه هذه. من بعد غادي ندوز نصاوب الشعريه الصينيه، وهي غادي ندير عليها الماء طايب مع معلقه ديال التحميره باش كتنقص لها ديك البياض ديالها وكتحمر شي شويه، كتجي في الحشوه باينه. من بعد غادي نقطعها بالمقص، من بعد ما نصفيها مزيان مزيان نخلط نزيدها مع الحشوه ونردها نخليها تقلى غير شي شويه حتى تنشف مزيان من الماء. وهذه هي النصيحه ديالي، كتزيدوا واحد المعلقه ديال لا كريم فريش وشويه ديال الجبن. الا ما كانش لا كريم فريش القاصحه هذه نزيدوا معلقه ديال لاصوص بيشاميل. الا كانت عندكم صلصه البيشاميل حتى هي ممكن تزيدوها. كتخلي الحشوه كتجي معلكه ورطبه وما كتجيش ناشفه من الداخل. وممكن تعوضوا هادشي كله الا بغيتوا معلقه ديال دانون مسوس، حتى هو كيجي زوين في الحشوه، غير هما ما تكثروش باش ما تقطع لكمش الورقه. صافي كندوزو نصاوبوا البغيوات ديالنا، ممكن نديروهم اصابع اولا ديروهم هكذايا بغيوات. كنديروهم شويه كبارين لان الملح كيجي شويه كبير. على هذا الشكل هذا كنقادوا الحشوه لداخل، تكون شويه د الكروفيت وشويه د الشعريه باش يجي باين الحشوه انها عامره بلا كروفيت. ومن بعد كندخلوهم الفران يطيبوا على فرن مهيل باش يطيبوا لنا على خاطرهم وما يتحرقوش. ولا بغيتو تقليوهم كما كنقول لكم ديما ما دهنوش الورقه وقليوهم في الزيت. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنقدهم انا مع هاد الصلصه هذه ديال لينيم اللي كتكون حلوه وحاره، وكيجيو من الداخل على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كيجيو زوينين وكيجيو فتيين وما كتجيش ديك الحشوه بعد مرات كتجينا ناشفه من الداخل بقوه اللي كنشحروها. داكشي اللي كنزيدوا لها في الاخر ديال اما لاصوص بيشاميل اولا القشده الطريه القاصحه ماشي الجاريه، اولا دانون مسوس كما قلت لكم الياغورت الطبيعي، تيجي روعه في المذاق. ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم تخليوا لها لايك وتعليق، وبسلام عليكم.